دماغك بتفضل شغالة طول الوقت، بتحاسبك على كل كلمة قلتيها وكل حركة عملتيها وكل رد معرفتيش ترديه في الوقت ده. الناس شايفينك عايشة عادي بس انت جواكي صوت بيعذبك بصوت واطي. تفكير ما بيسكتش وما بيرحمش وما بيفصلش. لو دماغك بتدورلك على غلطاتك طول اليوم وبتعيشك في سيناريوهات ما حصلتش، فانت مش مجنون، انت منهكة من الاوفر ثينكينج او التفكير الزايد. تعالي نفهم يعني ايه تفكير زايد، ومش مجرد تعريفات هنقولها، لا، ده باللي انت عايشاه واللي انت حاساه. التفكير الزايد مش انك بتفكري كتير، ده انك بتعيشي كل موقف مرتين، مرة وهو بيحصل و100 مرة بعد ما الموقف ده خلص. دايما بتسألي نفسك ليه قلت كده؟ طب هو قصده ايه؟ طب المفروض كنت اعمل ايه؟ بتفتحي ملف ورا ملف في دماغك وتحللي كل حاجة وكل تصرف وكل احتمال، ولما تيجي تحاولي تنامي دماغك بتفضل تشتغل اكتر. والتفكير ده مش بيقف عند حدود الدماغ بس، لا، ده جسمك كمان بيدفع الثمن. التفكير الزايد بيسحب طاقتك وبيعطل نومك وبيخلي جسمك في حالة تأهب وتوتر طول الوقت. صداع، ضيق تنفس، ضربات قلب سريعة، نوم متقطع. ده مش تعب جسدك، لأ، ولا جسمك، ده صوت عقلك اللي مش عارف يسكت. طب ايه الحل؟ هل في زر نطفي بيه دماغنا؟ للأسف لأ، بس في طريقة نهدي بيها الصوت ده. خطوة بخطوة هقولك تعملي ايه لما تلاقي نفسك بتغرقي جوه دماغك. أول حاجة الإدراك، لازم يبقى عندك وعي وتقولي لنفسك إن أنا مش بفكر، أنا بلف وأدور حوالين نفسي. الإدراك ده بيكسر أول طبقة من التوتر. طب وبعد ما تاخدي بالك إن ده مش مجرد تفكير، ده لف ودوران، تعالي نطلع الدوشة اللي جواك البر. كل حاجة بتفكري فيها عاوزاكي تكتبيها، حطيها على الورق، ما تحكميش وما ترتبيش، مش عايزاكي ترتبي الكلام اللي هتكتبيه، مجرد ان الكلام ينزل من دماغك هتحسي براحة حقيقية. ولما تكتبي اسألي نفسك السؤال ده: في حاجة اقدر اعملها دلوقتي؟ هل في قرار ان انا اقدر اخده دلوقتي او حل اعمله؟ لو في اعمليها وما تتردديش، لو مفيش قولي لنفسك كفاية كده. دماغي محتاجة تهدى وانا كمان محتاجة ارتاح. اخر خطوة بقى عايزاك تعمليها: ارجعي لجسمك، لانه اهدى مكان تستخبي فيه من دوشة التفكير ده. بالتالي هتعملي ايه؟ هتشغلي حواسك وتفعليها طول الوقت. اشغلي نفسك بأي حاجة، خدي شاور، امشي في الشارع، اسمعي صوت بتحبيه، مارسي اي هواية بتحبيها. طول ما انتي مشغولة عقلك مش هيقدر يركز في حاجتين، بالتالي هيقدر ان هو يوقف التفكير ده. عشان كده دايما لو بنفكر في حاجة طول الوقت لازم ناخد قرار على طول، لا اما هنبطل الحاجة دي ونشغل نفسنا بحاجة تانية، لا اما هنبدأ فيها، هناخد القرار ونبدأ فيها. كل ده حقيقي، بس في حاجة اهم محتاجة تفضلي فاكراها دايما: التفكير الزايد ده مش ضعف، ده محاولة عقلك بيحميك بطريقته. بس مش كل حاجة تستاهل تتحل، صدقيني، مش كل حاجة في حياتنا محتاجة حل ومحتاجة نقلب نفسنا عليها. في حاجات محتاجة تتحط على جنب، وفي حاجات محتاجة ان احنا نسامح نفسنا عليها ونكمل طريقنا وننساها. خدي نفس عميق وافتكري ان دماغك لو اتعلمت ترتاح قلبك كمان هيهدى وهيرتاح. ودايما عايزاكي تبقي فاكرة ان بيتنا دكتور نفسي ده مكانك اللي بنسمع فيه بعض من غير حكم، وبنتعلم نهدي دماغنا ونرجع لنفسنا ولسلامها الداخلي. انا امل، مرشدة نفسية، بعمل السلسلة دي مخصوص عشانك. دي كانت الحلقة الثالثة من سلسلة دقايق نفسية، اتمنى ان هي تكون عجبتكم، وهستنى رأيكم واسئلتكم.